اهلا بيكم. يعين السيد الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد. الدكتور مصطفى كان كل يوم موجود معانا وياخد في جنابه. انا بتكلم بجد. هات البشبول. بس خد يا سلفي. نحن امام حكومه جديده. احنا قدام مش تغيير وزاري شامل، احنا قدام نقله ضخمه جدا في حتى فلسفه التفكير للدوله المصريه. ده مش تعديل، مش تغيير وزاري او تعديل وزاري، نتكلم على تعديل ضخم، تعديل كبير. السيد الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يا عمرو دمت لنا فخرا يا زعيم الامه، دمت لنا فخرا. وانا بسمي هذه حكومه تخفيف الاحمال. انا عايز اقول لكم على حاجه، ما رضيتش اقول للدكتور مصطفى، اقول كلمه صعبه، مش نسبه الى الكهرباء ولكن نسبه الى ان مهمتها تخفيف الاحمال والاعباء عن المواطن. ايوه. والتعديل ده بالاطر افكار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا رايحين فين المرحله القادمه؟ السيد محمود توفيق عبد الجواد قنديل. يعني انت مطلعنا شكلنا وحش قوي بس بجد. كل يوم في النشر. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن انا عفاريت الدنيا بتتنطر في وشي ومش طايق اشوفك. اعضاء حكومه تقريبا 75 في الحكومه الجديده خالص. مش هنقول الحكومه الجديده ولكن تغيير في الحكومه، تغيير بيجي بدماء جديده وبوجوه جديده وطاقات جديده. ده السكريبت مين اللي كتبه لك؟ ما انا كاتب له الحوار يا سيدوني عشان ما ينساش ونعيده من الاول. يعين كل من السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد. انت بتزعل نقول خالد من غير دكتور؟ لا يا فندم، لا يا فندم، العفو يا فندم، لا يا فندم، العفو. تمام يا فندم. الموضوع مش انه فلان مشي وفلان جه، لا، انت كمان هيبقى في تغيير في السياسات. السيد الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر وزيرا للشباب والرياضة. اشرف اتفضل يا فندم. انا مش بقول لك عشان تدافع، لا انا بقول بوصص. استنى بس، انا بقول لك عشان تقول ايه. بعد كده تقول الكلام اللي بقول لك عليه بالظبط، ما تزودش. انا كنت بحط التاتش. تاتش ايه ونيله ايه؟ تاتش ايه ونيله ايه؟ هتشلني. السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير. ايه اللي يحصل يا كامل؟ قول. طب اقعد يا كامل. مركز التجاره العالميه. كفايه يا عم اقعد يا عم اقعد. قعدت تعشم المصريين بالانجازات والبطولات، قلنا تمام يا مسهل. طلع ما عندكش خبره في اي حاجه، قلنا ماشي سيبوه يتعلم. طلبت نصبر 6 شهور، في 6 شهور صبرنا فوق الصبر صبرين. طلعت ما بتعتمدش خطط ولا دراسات جدوى، يلا مش مهم. طفشت كل الكوادر الكويسه وحجمت كل اللعيبه في مجالها بسبب قراراتك الغريبه. قلنا يا عم سيبه يدير وياخد فرصته كامله. صرفت كميه دولارات ما حدش صرفها في تاريخنا كله. عملنا نفسنا مش واخدين بالنا. كل كلمه بتقولها باينه انها هبد فاخر يبنى العيب علينا، وقلنا يمكن احنا اللي ما نفهمش. ده بكره 3/7 هذا البيان التاريخي والعظيم واللي وحد مصر كلها واللي ادى مصر كلها امل. بل ازيدك من الشعر بيت، بيان 3/7 ده ادى امل للمنطقه العربيه كلها انذاك وقتها في غد افضل وفي مستقبل افضل بعيدا عن الجماعات المتطرفه. خد شويه حلوين كمان اهو مثلا. بقى بعد كل الخراب ده لسه عايز تقعد وفاكر انك انت اللي هتحلها وهتجيب الديب من ديله؟ يا اخي ديب لما يركبك. بعد كل الفشل ده لسه ليك عين تتكلم وتقول عايز اعمل واسوي واحقق انجازات؟ طب ما تجرب تمشي يا اخي، ما تجرب يمكن تتحل. طب ما تجرب يا اخي، ده غرمان حاجه، انت عندك حاجه تخسرها. اصل احنا اللي خسرانين كل حاجه، البلد هي اللي خسرانه، الناس هي اللي كل يوم بتخسر. احنا ليه يا جماعه لما نيجي نتكلم عن التغيير الناس تاخده بحزن؟ انا اظن انه في المنطقه بتاعتنا دي احنا اكتر دولة الوزير بيقعد فيها. لا 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 انا قاعد هنا مش ماشي، صاحبي انا قدرته ما جاش، خرطوش يملى الكباسه والناس هتقول يا خراج. كتب احدهم منشورا قال فيه: ما هي اوجه الشبه بين اهل مصر واهل الكهف؟ وبعد صمت طويل كانت الاجابه ان اهل مصر زيهم زي اهل الكهف، الاتنين ناموا صحيوا من النوم لقوا فلوسهم ما تشتريش اي حاجه. الناس بقت بتنام وتصحى مفيش على لسانها غير حاجه واحده: يا رب خده. انا ظهري ربنا، ظهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل. قبل ما يناموا يا رب خده، وهم في الحلم يا رب خده، يفتحوا عينهم يا رب خده، ينزل يركب مواصلات 2 معاك من 50 يا اسطى يا رب خده، اللي نازل يا حضرات يا رب خده، تدخل شغلك السلام عليكم يا صباح الفل يا استاذ هشام
يا رب خده. تنزل تجيب لقمه تفطر بيها، شقتين فول واحده طعمها عم فتحي، ويا رب خده. اتفضل يا باشا، ومعاهم شويه بطاطس وبتنجان، ويا رب خده. تفتح فيسبوك الناس كلها يا رب خده. يا رب خده، يا رب خده، بدل ما ابعتهولك متكيس عبوات كده. انتبه من فضلك، الشعب جاب اخره. طب وماذا نحن فاعلون؟ هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة. اديني بس ثواني يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، عايزين نعلي على الناس دي من عيني يا قلب استاذ احمد. يلا يا جماعه، اضاءه، صوت، حركه، 3 2 1 اكشن. هذا الرجل وانا يعني دايما بتكلم عليه لانه عارف بيشتغل ازاي وشايفه عامل ايه ويحقق. وعلى فكره القريب اللي بيحبه واي حد بيشوف البلد. وتاني بقول عمل هذا الرجل يقول لك نموذج. بكيت وفعلا بكيت. الموضوع صعب يا فندم. قال لي لا، وحياة دموعك يا كامل كده. الفريق كامل نموذج، الفريق كامل وزير اعمل هذا النموذج، العمل، المتابعه، شايف كل حاجه، بيروح لكل حاجه. لسه كنت بتكلم عن الفريق كامل وزير الاسبوع اللي فات، فمش عايز كمان يعني، ولكن شهادتي مجروحه، لكن يستحق لانه راجل بيشتغل عايز يعمل كل حاجه، لانه يعني ينفذ افكار الرئيس وتوجهات الرئيس. ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك، ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك. دي المهزله الكبرى. ده الراجل مقدم استقالته في الحكومه اللي فاتت، وبعدين عليه قضيه النسب، غير قضايا كتيره مرفوعه عليه، اهمهم هو حد يتصور ان الرئيس السيسي معزول عن الواقع؟ يمكن زي ما قال في لقائه اخيرا بعض الوزراء ما كانوش يتكلموا، وطلب من الساده الوزراء، وانت كنت موجود استاذ نشأت، انه يطلعوا ويتكلموا. وطلب من رئيس الوزراء اطلعوا يا جماعه اتكلموا، دافعوا عن سياساتكم وتبقوا في واجهه الشعب. الناس تعبانه، الناس شقيانه، الاسعار غاليه، الناس بتعاني، احنا في مشاكل وازمات. عدينا تحدي عظيم وصعب جدا الا وهو تحدي البطاله. وصلنا فيه لارقام، انا بقول لك اهو باللي كان حاصل قبل كده، لا ده احنا يعني عدينا المنش. انا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. ستوب. هايل يا فنان هايل. بص، عايزك تولعها سيكا. احنا مرينا بالتحدي المتعلق بسعر العمله، الجنيه، التضخم، مش عارف ايه، وحصل استقرار في السعر فعلا. الكلام اللي انا بقوله لك ده انا اظن قلناه من سنه، وقلناه من سنتين يا جماعه، احنا كل حاجه بنعديها، والناس كانت بتتريق. واستقر سعر الدولار، واستقر الوضع الاقتصادي، وتحسنت معدلات التضخم شويه، مش هقول لك اتحسنت كتير. تاني ايه؟ تاني يا زكي، تاني يا هايف يا تافه، تاني. انت فين يا سيادة رئيس الوزراء؟ انت ازاي سايب البلد تخرب؟ بجد؟ بتسأل عن المهندس رئيس الوزراء؟ عارف مجلس الوزراء؟ في الشارع اللي وراه. يا جماعه اما كانوا بيناقشوا الحساب الختامي بتاع الدوله، اكتشفوا ان في وزارات عندها مخصصات لم تستخدمها، فلوس بالملايين لم تستخدمها. ده بره الكلام ده ما فيهوش هزار. مع الوزير احنا مش متشكرين جدا. الدكتور مصطفى مدبولي بقي في منصبه لانه كان يجب ان يبقى في منصبه. الدكتور مصطفى مدبولي تم الابقاء عليه في منصبه لانه كان يجب ان يتم الابقاء عليه. ليه؟ لانه فعلا حاز على مجموعه من الخبرات وانجز مجموعه من الانجازات بتتطلب، مش ان احنا بنكافئه، لا يا جماعه، على فكره الموضوع صعب، المسؤوليه صعبه جدا. اوعى تفكر ان المسؤوليه سهله، يعني انه يكمل المسيره. فخامة الرئيس، مبروك لمصر، مبروك للأمة الإسلامية كلها. الله يا فندم، دموعي ما نشفتش من أول ما أعلنوا النتيجة. ربنا يبارك لنا في عمرك وفي صحتك. 5 بالحب. قبل ما يناموا يا رب خدوا، هم في الحلم يا رب خدوا، يفتحوا عينهم يا رب خدوا، ينزل يركب مواصلات 2 معاك من 50 يا اسطى يا رب خدوا.